شلون عرفت ريال مدريد راح يخسر قبل المباراة؟ من يشوف ايش تشكيلة فاشلة. سلتا فيجو يهين ريال مدريد بثنائية نظيفة بالدور الإسباني وبنص البرنابيو. حط لايك ومتابعة وتعال خلينا نسولف عن المباراة شوية. حط لايك لا تصير تو ريال مدريد علي هم. حط لايك. من شفت التشكيلة قبل المباراة أيقنت إنه ريال مدريد لو يخسر لو راح يتعادل بسبب اللاعب فران غارسيا اللي ما مقتنع بياني أصلا لاعب. أردا جولير ويجود بيلينغهام لما يلعبون سوية الريال يضيع حرفيا. يعني بين قوسين تشكيلة فاشلة كلها غلط بغلط. ملعب لي اسينسيو ظهير أيمن وفالفيردي جناح عشان تقدر تخلي اسينسيو قلب دفاع وفالفيردي ظهير أيمن وتنزل لي ماستانتونو إندريك إبراهيم دياز فوقاها ملاعب لي فران غارسيا اللي بس يركض بالملعب كل شو ماكو. شو انت تصريحاتك التيكي تاكا والباصات والتكتيك الجديد وين كل هذا؟ تجيب لي على 2 من سلتا فيجو 2-0 يعني جايبتك كله تعادل وخسارات. يعني انا خلص من جدي يا ابو عليش تطلع لي انت مدرب حتى شخصيه ما عندك مو بس تكتيك. يا اخي لو اجيب المدرب من الخماسي هم شخصيته وقراراته اقوى من عندك. يعني مستحيل هذا السيناريو ينعاد بكل مباراة. الفرق اللي جايبتها كلها تعادلات وخساير نخسر قسما بالله العظيم مستحيل. يعني شفت متصدر الدوري ب5 نقاط وهسه متاخر ب4 نقاط. ترى شيء ما يدخل العقل والله. اللاعبين تحسهم لا طاقه عندهم لا شغف كل شيء ما عندهم. الهدف الاول اللاعب اول ما استلم الكره المفروض تضغطون تشوف ولا لاعب يضغط الدفاع تايه. والهدف الثاني إهانة لريال مدريد اللاعب لعبوا عليهم تيكي تاكا واللاعب يراوغ كورتوا ويسجل هدف. دفاع بقمة الاستهتار يعني فوق التشوه البصري والعفن الكروي والإلحاد الكروي اللي أشوفه من ريال مدريد يزيدها علي الحكم. والله هاي فاحش عليك تطردني وانا ببيتنا ما خليت واحد ما طردته. فران غارسيا اللي ريحتنا من عنده وكاريراس واندريك هاي من غير النظارات الصفر. ادري ايش بيك انشلبت علينا قضيت علينا احمر اصفر احمر اصفر احمر اصفر ادري اشاره مرور. طبعا بالنهايه ريال مدريد اذا حصل بطوله هاي السنه العراق يفوز على فرنسا وعلى النرويج